الانسان مخير، كل كلمه وكل تصرف كيديرها كيتحاسب عليها، حيت هو مخير، حيت هو كياخذ القرار ديالو بالاراده ديالو، حيت عنده العقل. من بعد ما غادي يكون تعلم الصح من الغلط، وتعلم شنو هو حلال وحرام، وعارف مزيان شنو هو يوم الحساب. ولكن بلاتي، وإلا كان هذا الانسان ما عندوش الاختيار، وإلا هذا الانسان لقى فراسو في واحد البيئه ما علماتوش الصح، علماتو غير الغلط، وبالنسبه ليه هذاك هو الصح. بيئه علماتو ما كاينه حتى شي وسيله للعيش من غير الحرام. كيفاش في هذيك الوقيته الانسان يقدر يفرق؟ كيفاش غادي يقدر يحدد داكشي اللي كيدير واش حلال ولا حرام؟ كيفاش غادي يقدر يطلع من هذه البيئه اللي ما عمره ما عرف من غيرها حياته كامله؟ سلام ومرحبا بكم في قصه جديده. معكم صوفيا براده، معلقه صوتيه وممثله الدبلاج على القناه الثانيه. قصه جديده مستوحاه من احداث حقيقيه، قصه ماشي كلشي غادي يقدر يستحملها، قصه نقدر نصنفوها من قصص الرعب اللي الا سمعتيها غتقول خيال، ولكن هي قصه مستوحاه من احداث حقيقيه. عبد الهادي 22 عام، والحكايه ديالو ما بداتش من دابا، حكايته بدات شحال هادي من نهار اللي تولد. الله اعلم شكون اللي رماه قدام دار الايتام، واش مو ولا باه ما عارفش. تلقى قدام دار الايتام ومجهول النسب، وهو عارف راسو من الاول ملي وعى في هاد الدنيا ما عنده لا ام ولا اب. سميتو عبد الهادي، والاسم العائلي ماشي ديال باه، الدوله عطاتو ليه باش يكون عنده الوراق. ما عنده عائله، ما عنده حتى واحد، ما كانش بوحدو، كانوا بزاف ديال الدراري بحالو. وهذا الشيء علاش ما كانش حاسس براسو بوحدو. المشرفات ولا الامهات اللي كانوا في هذيك دار الايتام كانوا ظريفين، ولكن ديما الحاجه الزوينه ما كتكملش. ملي كمل 6 سنين الاداره تسدات. هو كان صغير بزاف باش يفهم ان علاش الاداره تسدات، وما عارفش شنو غيدير. كان متخيل مع راسو باللي غادي يرميوه من الشارع، ولكن لقى راسو في واحد الدار جديده. والدراري اللي كانوا في هذيك دار الايتام كلهم توزعوا على دار الايتام اللي كاينه كاع في هذيك المدينه. دار الايتام الجديده اللي مشى ليها عبد الهادي كانت خايبه بزاف. الفراش، الغطاء، الحيوطه وحتى الماكله كلشي كان خايب. ولكن ما كانش عنده اختيار ديك الساعات، وكان كل شويه ولد من دوك الولاد اللي كانوا معاه كان كيغبر وكيقولوا باللي هرب، وحتى المشرفين كيقولوا نفس الهضره. وتما عرف الحقيقه باللي الدراري اللي كانوا معاه ما كانوش كيهربوا او لا كانوا كيغبروا غير هكاك. الدراري اللي كانوا معاه كانوا كيتباعوا. الاستاذ المشرف تما وسميتو حسن هو اللي كان كيبيع ويشري فيهم، وكان كيحسب له باللي كان كيبيعهم للناس اللي ما كتولدش. بحال في بزاف ديال الدول الا بغيتي وليد ولا بنيته تربيه ضروري ما خاصك تخلص عليه، تخلص شي واحد اولا تعطي رشوه باش يعطيه لك. ولكن ماشي هكا. واحد النهار جا واحد الراجل، وهذا الراجل هذا بدا كيشوف فيه، ولكن هو كان ديجا داير في باله بلي هذا الراجل فايت له شايفه، واخا كانت عنده 8 سنين ولكن كان واعي باي حاجه دايره به. وعبد الهادي في هذا النهار مشى تكلم له. نعم سي حسن انا معك. اجي ولدي سلم على عمك مذكور. اهلا عمي. هذا اللي غيديك معاه صافي، هذا غيديك معاه لدارو، غيجيب لك الماكله زوينه وغادي يجيب لك اللعاب اللي بغيتي صافي. بصح سي حسن شكرا انا فرحان. يلا سير تسناني تما شويه وغنجيو عندك انا وعمك مذكور واخا. اشنو اش بالك عجبك الدري؟ صافي غناخدو. وفي هذا النهار مشى معاه للدار. الطريق كلها ما كانش كيهضر معاه بزاف، ولكن كان كيشوف فيه شي شوفات في شكل. وصلوا للدار ديالو، مع وصلوا جا واحد كيستقبلهم في الباب، كيرحب بيه، كيرحب بداك السيد وكيرحب عبد الهادي ويقول له كي جاك الولد مزيان بلاتي واش كتقصد؟ بلاتي نشوف. اجي ولدي قرب مني غنشوف كفوف يديك. فين لقيتي هذا؟ عبد الهادي دخل ولدي عافاك لهداك البيت، ارتاح شويه على ما وجدنا الغدا. دخل البيت وما فهم والو، شكون هاد الناس وعلاش كيعاملوه بحال هكا، وعلاش داك الراجل اللي دخلنا عنده اللي سميتو سعد بدا كيشوف ليه في يديه وكيدير دوك الحركات. دازو بزاف د الايامات وداك السي مذكور كان كيعامل عبد الهادي مزيان، كيجيب له اللي بغا، ولكن كان منعو باش يخرج. اللي طلبها منه كانت كتحضر، غير ما يخرجش من الدار، وحتى المدرسه ما خلاش باش يمشي ليها. بدا كيعلمو راسو، وكل مره كيبغي يخرج فيها من الدار كيخص تكون يا مع هذاك السيد الاخر اللي سميتو سعد. وكان بعض المرات الا نعس وناض كيلقى راسو في شي بلايص في شكل، ولكن هو هادشي كله ما كانش كاع مديرونجيه، بالعكس كيقول الحمد لله اللي لقيت عائله ودار وناس احسن من الملجأ. عبد الهادي كبر ومذكور كان كيعاملو اكثر من ولده، وهذا الشيء علاش عبد الهادي ملي كبر ودار 16 عام ولا كيقول ليه با.
يدور ويقول ليه با، حيت بصح باه ما عمر شي واحد محن عليه قدو. جات الوقيته باش يدير لاكارت ناسيونال. عبد الهادي غير تصور التصويره الشخصيه صافي، ما دار حتى شي اجراء اخر، ولا غد ليه كانت واجده، حيت السي مذكور كانت عنده علاقات كبيره وقويه مع ناس في شكل، وهاد الناس هادو كانوا ديما كيجيو عندهم للدار، شخصيات معروفه، شخصيات اعلاميه، شخصيات حكوميه. لكن عبد الهادي ما كيعرفش باه فاش كيخدم، ولكن من بعد عرف باللي باه كان عنده واحد العلم، وهاد العلم هذا كان كيبارطاجيه مع الناس. وداك الشيء علاش السي مذكور كان لاباس عليه، حيت كان كيقدم ليهم هاد الخدمات اللي قلت لكم، وهما ما كانوش كيبخلوا عليه، بالعكس كانوا كيدوروا معاه مزيان. واكيد كلكم غتكونوا عرفتوا شنو هما هاد الخدمات اللي كيدير. داك الشيء اللي فكرتوا فيه، السحر والشعوذه، يطلق ويزوج ويدير اعمال شيطانيه كبيره. وهذا الشيء علاش الناس كانوا كيلوحوا تحت رجليه الفلوس والذهب، يا ربي غير يقضي لهم حاجتهم. وهي بصح الحاجه كانت كتقضى. واحد الشيخ سميتو الشيخ اسماعيل، هاد الشيخ هذا كان كيكره باه، كيكره لواحد الدرجه كبيره، وما كانش باغي يبقى في هذيك المدينه ولا في ذاك البلاد كامله كاع. وهذا الشيء علاش كان حاطو في راسو وباغي غير منين يدوز ليه. وهذا الشيخ هذا بدا كيامرهم باش يبعدوا على هذا السحر وهذا الشعوذه، وهذا الشيء راه ما خدامش، وكيعالج بالقران. وهذا الشيء علاش الناس خلاو السي مذكور ومشاو لعند الشيخ اسماعيل، يعني ما بقاش عنده الكليان، ولا كيخدم غير مع الناس المعروفين والكليان القديم. وفي هذه الوقيته هذه عبد الهادي كمل 18 عام. واحد النهار وهو يدوي معاه: ولدي عبد الهادي، انت عارف راسك قداش عزيز، ودرتك ولدي اللي ما ولدتش، ربيتك وحنيت فيك. حتى انا كنبغيك ابا والله. اسمع عبد الهادي، انا ما كنعتبركش غير ولدي وصافي، انا كنعتبرك الخليفه ديالي، انت اللي غتكمل مورايا. لا با، شنو كتقول؟ انا ما نقدرش ندير هذا الشيء، وزيدون الله يخليك ليا انت يا وسعد، انا نتوما بجوج اللي كنعرف. انت اليوم كملتي 18 عام وخاصك تفهم كاع هذا الشيء اللي داير بك. اشنو غنفهم ابا؟ ما فهمت والو. شوف ولدي، باك عنده قدرات اللي ما عند حتى شي واحد، وهاد القدرات ديالي استغليتها باش نجمع الثروه اللي كتشوف وباش نعاون الناس اخرين. وهاد الفلوس وهاد الذهب كاملين مدفونين في هاد الدار، والمصير ديالهم غادي يكون ليك. شحال هادي يا ولدي كنت كنمشي كنحل مقابر، ولا بغيتي تحل مقابر كيخصك دراري يكونوا زهريين. وهذا الشيء علاش كنت كنمشي للملجا وكنقلب على دراري زهريين وكنجيبهم كيجلسوا معنا يومين 3 ايام وكيمشيو. كنت كنديهم للمقابر، كنجرح ليهم يديهم، وداك الدم هو اللي كنحل به المقابر. نهار شريتك كنت حاسبك بحالهم، ولكن شي حاجه فيا لداخل كتقول لي هاد الولد خليه خليفه ديالك، هاد الولد ديرو ولدك. وهذا الشيء علاش عمري ما فكرت ناديك. ولكن ابا، علاش درتي معايا هاد الشيء كامل وبالضبط انا؟ علاش الوليدات الاخرين لا؟ حيت انت ولدي حاله خاصه، انت زهري ولكن ماشي زهري عادي، انت زهري من واحد درجه كبيره. روحك خفيفه، تقدر تشوف شي حوايج ما يشوفوهاش ناس اخرين، تقدر تعرف شي حوايج من غير ما تتعلمها. انت عندك مستقبل كبير بزاف في مجال السحر. واحد النهار نعس في بلاصتو، وداك النهار عمرو ما غادي ينساه في حياته. كيحس بواحد اليد كتهزو، حل عينو لقاه با كيشوف فيه ومركز معاه. مالك با؟ واش انت بخير؟ لا ولدي انا مزيان، غير بغيت نقول لك واحد جوج ديال الحوايج مهمين. نوض اجي مورايا. جلس عبد الهادي، سمع هادشي اللي غادي نقول لك وحطو حلقه في ودنيك. انا غادي نموت وما تقاطعش كلامي، صافي ساعتي قربات. انا غنموت ولكن غادي نرجع عاوتاني، واللي بحالنا كيموتوا كيرجعوا. هادشي اللي غادي نقول لك دابا خاصك تنفذوا بالحرف. هاد الخنجر اللي قدامك خودو، هاد الخنجر هو اللي غادي تقتلني به. انا خاصني نموت بيدك انت وبهاد الخنجر هذا، ضروري ما يخص يكون الدم ديالي على هاد الخنجر. غدا غنمشي عند الشيخ اسماعيل وغندابز انا وياه، الناس غادي يتجمعوا علينا وغتجي مورايا وتضربني وغتخبر. عندك يشوفك شي واحد وانت كتضربني، غير تشوف الدم لصق على الخنجر خبيه في حوايجك وهرب. وهنا غادي يجي الدور ديال سعد، غادي يجي قدام الناس وغادي يقول لهم باللي هو كان ساحر وتاب، وباللي الجثه ديالي ما يمكن لهاش تدفن وما يمكن لاش انها تتعامل بحال شي جثه عاديه، حيت هاد الجثه ديالي غادي يقول لهم وغادي يوهمهم باللي هي جثه مسحوره. واخ بغيت غير نفهم، واش سعد عارف هادشي؟ سعد عرفتو كلشي وشرحت له كلشي. انت غتاخذ الجثه ديالي وتديها لواحد الدار مهجوره في الاخر ديال المدينه، وتما غتلقى واحد توب كحل، توب انا كاتب عليها طلاسيم، وهاد الطلاسيم هي اللي غتخليني نرجع. غتلقاه عامر بالدم والطين والقطران، غتدور به الجثه ديالي وغتشعل فيه العافيه خاصها تبقى شاعله في هذاك التوب 3 ايام بالليالي ديالهم، نهار ليل نهار ليل ونهار وليل، ما خصهاش تطفى. وانت كل ليله غتبقى تمشي وغتقول هاد الجمله: يلي كتسكن الظلام حل لينا الابواب المغلقه ورجعوا لينا من بين الموتى، جمع الرماد وخليه لينا المفتاح للرجوع. من بعد غتمشي تجمع العظام ديالي، وبهذاك الخنجر اللي فيه الدم ديالي غتحفر به الارض، وغتوزع العظم ديالي على المدينه كامله.
على 4 ديال البلايص، كل 2 عظومه ولا 3 جمعهم وحطهم في بلاصه. وحده غترميها في واحد البير مهجور، والثانيه غتدفنها من تحت الشجره اللي مورا الدار، والثالثه في المقابر، والرابعه في التيره اللي خارج المدينه في الخلا. واخا انا درت هادشي كامل ومن بعد اش غيوقع؟ وفي الذكرى السنويه ديالي غتجرح يدك وغتبقى تبكي وغتبقى تعاود الطلسم اللي انا كتبته بيديا. غنرجع، ولكن غنرجع في الجسم ديالك انت. علاش ابا؟ علاش باغي دير هادشي كامل؟ هادشي ماشي بيدي، خالفت العهد ديالي، وبسبب هاد الشيخ اسماعيل انا داير عهد مع اكبر قبيله من القبائل العالم الاخر. كيف ما كانوا كيساعدوني انا كنت كنساعدهم، كنت كنقدم لهم ارواح الناس وهما كانوا كيتحكموا فيهم وحتى في حياتهم. صافي ابا، خليك منهم وبقى معايا. ما نقدرش عبد الهادي، الا مشيت حتى درتها ولدي غادي ينتقموا مني، لا انا لا انت لا كلشي. وخصني نسربي دغيا حيت الرموز انا كنشوفها في الدار وكنشوف الانتقام جاي من عندهم. وفعلا داكشي اللي كاين، الخطه اللي قال كلها تنفذت بالحرف الواحد، والناس ديك الساعه تيقوا كلشي، كاع داكشي اللي قال سعد وكاع داكشي اللي دار عبد الهادي. الخطه كلها مشات كيف ما بغى حتى لهنا، كلشي مزيان. ونهار بغى يمشي يدفن العظام تلاقى بالناس اللي خدامين في المقابر. انت اش كدير تما؟ انا كنت كنقلب على خدمه. اين خدمه؟ كنت قلب على خدمه هنا؟ وشنو فيها؟ علاش الخدمه عيب؟ بلاتي انت بلاتي. شو سميتك؟ عبد الهادي شداد. واخا السي عبد الهادي شداد، عندك شي خبره في هادشي اللي كنديرو؟ لا ما عنديش خبره، وعمري ما خدمت، ولكن با ميت وخصني نخدم باش نصرف على راسي. اش بالك نخدموا هاد خونا معانا؟ واللي بغيتي. وداكشي اللي كان بقى خدام معاهم كيحفروا المقابر. وهنا عبد الهادي يقدر يتعرف على بزاف ديال الناس ويقدر يتقرب منهم بلا ما يكون لا باه لا سعد. داز عام وهنا جا الوقت باش ينفذ الوعد ديالو اللي وعد باه. هو وسعد داروا جميع تفاصيل الاستحضار، كان متخيل انه غيحس بيه ولا يشوفه، ولكن ما وقعش، ما حسب والو حيت هو اصلا ما كان متحكم في حتى شي حاجه. والليله الاولى ديال الاستحضار عبد الهادي غاب اكثر من 3 ديال السوايع، غيب. لا غد ليه عرفوا باللي الشيخ اسماعيل تقتل في الجامع، وهاد القضيه هادي شغلات بالو بزاف. ما فهمش، ما كان حتى شي واحد ما كيحملوش من غير باه. داكشي اللي فكرتو فيه اكيد غادي يكون تلبس عبد الهادي، تلبس بالروح ديال باه، هو اللي مشى قتل هذاك حيتاش من نهار استحضروه هو ما بقاش كيتحكم في راسو. وهنا قرر باش انه يبعد على كاع الناس يتعرف عليهم في هذا العام هذا باش ما يأذيهمش. مشى هضر مع سعد وقال ليه باللي هو ما قادرش يكمل هذا الشيء، وباللي هذا الشيء ثقيل عليه، ما صعيب. وهنا سعد بدا كيفكروا بالخير اللي دار فيه مذكور. واش نسيتي خيرو؟ واش كبراك ورباك؟ علما على ان عبد الهادي كيبغي بزاف باه، بحال هو اللي ولده، وما عمره ما كان كيتعامل معاه على انه واحد غير باه وصافي، بالعكس كان كيتعامل معاه اكثر من باه. وهو بصح كان كيبغيه، ولكن هذا الشيء ما كانش قادر عليه. حتى جات لواحد الوقيته اللي سعد ولا كيعاملوا بحال شي عدو ديالو، وكانوا بزاف ديال الجرائم وقعوا من نهار تلبس عبد الهادي، وهو عارف ومتاكد وما شاكش بلي دوك الجرائم هو اللي دارهم. استغل الفرصه ودخل للبيت الخاص ديال الشوادفي، يعني ديال باه. قلب في هذوك الكتب كاملين اللي فيه حتى لقى واحد الكتاب اللي سميتو سجلات الارواح المقيده، داه معاه لبيتو وخباه. وفي نفس النهار وقبل من الغروب، يعني قبل من المغرب، بدا كيحس بهذيك التنميله في الجسم ديالو والبروده. هو عارف وحاس باللي الشوادفي بدا كيدخل له في الجسم ديالو. سلم راسو ليه حيت ما غيقدرش يدير حتى شي حاجه، وما عرفش شنو اللي وقع من بعد. ملي فاق لغد ليه الصباح عبد الهادي بان ليه قدامه سعد وكيهضر معاه وهو فرحان وضاحك. صباح الخير يا سيدنا علاش كتقول لي انا سيدنا؟ مالي؟ ايها سيدي وسيد الناس كاملين. واش انت ما عارفش البلاد كيفاش قلبتيها البارح؟ الناس غتموت من الخوف ديالها من بعد داكشي اللي شافوا منك. حتى واحد ما قدر يخرج من دارو، العز والجاه راجعين من تاني، صافي كلشي غادي يرجع بحال الاول. سعد انا ما فاهم منك حتى شي حاجه، اش واقع؟ البارح سيدنا الشوادفي بان في وجهك وكاع الناس شافوه، وهضر في وسط الناس كاملين وقال لهم باللي هو رجع غير باش ينتقم منهم وياخذ حقه وينتقم من كاع الناس اللي كانوا سبب في الموت ديالو. والناس شنو داروا؟ خايفين وما قادرينش يردوا عليه، وكل واحد دخل دارو وسد عليه. هو بصح عبد الهادي ما كانش باغي هادشي، وتعلم السحر وتعلم هادشي بزز منه، حفظ الطلاسيم وحفظ كيفاش طرق التحضير وكل شيء بصح، ولكن عمره ما دار شي حاجه بيدو لشي واحد ولا اذى شي واحد. مورا ما فطروا دخل للبيت وسد عليه باش ما يدخلش عنده سعد. جبد الكتاب اللي كان مخبيه وبدا كيقرا، وعرف كيفاش